نصراوي والعيد لك وحدك يا نصراوي. تفاصيل اتفاق النصر مع حكيم زياش. قرار جديد من النصر بخصوص تاليسكا. هل يخطف النصر نجم يوفنتوس؟ كافيد يوقع رعاية بلاتينية مع النصر السعودي ل3 أعوام مقبلة. يسعى نادي النصر السعودي لترتيب أوراقه في الفترة الحالية من أجل دخول الموسم المقبل بصورة قوية بعد خسارة الفريق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المنقضي لصالح نادي اتحاد جدة السعودي في اللحظات الأخيرة من الموسم، حيث يأمل الفريق السعودي من الوقوف على انتدابات الفريق ومجموعة الراحلين في الفترة الحالية. كما ويدخل نادي النصر السعودي موسم الانتقالات الصيفية الجاري بصورة قوية، خاصة بعد استحواذ صندوق الاستثمار العام السعودي على ال4 أندية الكبار في السعودية، من بينهم النصر وإطار حرس المملكة، على استقطاب نجوم عالميين كبار خلال المرحلة المقبلة. ويستغل نادي النصر السعودي تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفوفه، حيث يستهدف الفريق السعودي التعاقد مع العديد من اللاعبين في الفترة المقبلة. ويسعى نادي النصر من إغراء اللاعب براتب قياسي من أجل التعاقد معه، حيث أصبح هدفا رئيسي لكتيبة النصر في الفترة المقبلة. وتلقى نادي النصر السعودي الموافقة المبدئية من النجم المغربي حكيم زياش للانتقال إلى النصر، حيث ينتظر الفريق الاتفاق مع نادي تشيلسي من أجل إغلاق الصفقة، خاصة مع رغبة تشيلسي في التخلي عن اللاعب الذي بات على أعتاب الدوري السعودي لمرافقة صاروخ ماديريا في النصر السعودي. أكدت مصادر سبورت 24 المقربة من نادي النصر تلقي سيري مؤسسة النصر غير الربحية عدة عروض شفهية واستفسارات من عدة أندية تركية وبرازيلية، في مقدمتها نادي فنربخشة التركي، لمعرفة مدى إمكانيات بيع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف الفريق الأول كرة القدم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النصراويين رفضوا هذه العروض متمسكين باللاعب، وأنه ليس للبيع وسيكون مع الفريق بالموسم القادم. وأوضحت المصادر أن مسؤولين النصر أبلغوا وكيل أعمال اللاعب البرازيلي بذلك الأمر، الذي أدى إلى عدم إعطاء أي مجال لمفاوضة أي ناد بخصوص التفريط في تاليسكا. يذكر أن البرازيلي تاليسكا يعتبر ثاني أغلى لاعب في الفريق النصراوي، حيث يحصل على 9 ملايين دولار بالموسم، وعقده مستمر مع الفريق النصراوي حتى عام 2026. كشفت تقارير عن قرار نادي يوفنتوس الإيطالي بشأن مستقبل لاعب الفريق الكولومبي خوان كودرادو. وقرر يوفنتوس بسحب سكاي سبورت رحيل خوان كودرادو عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان كودرادو قد ارتبط في وقت سابق بالانضمام لنادي النصر، تحديدا خلال فترة تولي الفرنسي رودي غاريسيا تدريب الفريق. أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي توقيع عقد رعاية بلاتيني مع نادي النصر لكرة القدم لمدة 3 أعوام مقبلة، وذلك في حفل أقيم في المركز. يمثل هذا التعاون بحسب بيان المركز المالي امتدادا لرؤية السعودية 2030، حيث تنضم شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي لجهود نادي النصر في تعزيز التميز وخلق فرص جديدة في المملكة العربية السعودية وخارجها. ويعد كافيد مشروعا مهما يرمز إلى طموحات الرياضة الاقتصادية وتشرف على تطويره شركة إدارة وتطوير المركز الملك عبدالله المالي، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فهو يقع في قلب العاصمة ويضم مساحة مكتبية متطورة وأماكن ترفيه عالمية المستوى ووحدات سكنية فاخرة على امتداد مساحة 1.6 مليون متر مربع. كما يعد أكبر منطقة مالية متعددة الاستخدامات حاصلة على شهادة ال AAA في العالم، وركنا أساسيا من رؤية 2030. وبصفته الراعي اللاتيني لنادي النصر، تهدف شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي إلى توسيع انتشار وتعزيز مكانة كافيد كمركز للتميز والتحديث، من خلال موائمة علامته التجارية مع أحد الأندية كرة القدم الأكثر شهرة على مستوى العالم والأكثر نجاحا في المملكة العربية السعودية، وإظهار التزامه بتعزيز العلاقات داخل المجتمع ودعم الرياضة كمحفز للرفاهية وجودة الحياة، خاصة مع النمو الأخير في كرة القدم السعودية، حيث يتم بث الدوري السعودي للمحترفين على 48 منصة وقناة تلفزيونية في أكثر من 170 دولة حول العالم. وتبع البيان
استقطب نادي النصر العام الماضي أحد أعظم رموز كرة القدم العالمية بتعاقده مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. يخطط كافيد للاستفادة من الشعبية الهائلة وتأثير نادي النصر كأحد أكثر أندية كرة القدم المرموقة عالميا بنشر هويته في أسواق جديدة وشرائح مجتمعية مختلفة، بما في ذلك مشجعو نادي النصر المتحمسون وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء المملكة وحول العالم لتعزيز الوعي والتقدير لدورها المحوري كمنطقة أعمال رائدة في المنطقة. وأعرب غوتام ساشتيال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي عن سعادته بالرعاية قائلا: أكثر من 80% من الرجال والنساء في المملكة يلعبون أو يحضرون أو يتابعون كرة القدم، ما يجعلهم أهم شريحة للمشاركة وتطوير مبادرات الصحة والرفاهية. يسعدنا أن نكون الراعي البلاتيني لنادي النصر، ونحن واثقون من آفاق نمو النادي. يهدف ارتباطنا مع نادي النصر إلى تعزيز وجودنا في صناعة الرياضة ودعم ثقافة كرة القدم النابضة بالحياة في المملكة العربية السعودية. تستهدف الأندية السعودية عددا من نجوم الدوريات العالمية، حيث اهتمت بأكثر من نجم في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد معهم لتدعيم صفوف أندية دوري روشن السعودي في صيف 2023. هذا وكان من ضمن الأسماء المستهدفة من جانب الأندية السعودية في صفوف مانشستر سيتي هم لاعب الوسط الألماني آلكي غاندون، والجناح الجزائري رياض محرز، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا. ولكن هناك اسما جديدا مستهدفا أيضا بالسعودية. وأشارت إذاعة تيلك سبورت إلى أن الإنجليزي كايل ووكر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي يلقى اهتماما من الأندية السعودية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. في نفس الوقت هناك مفاوضات من جانب نادي ساندرلاند من أجل التعاقد مع والكر، حيث صرح من قبل أنه يرغب بالعودة مرة أخرى إلى فريقه السابق الذي بدأ فيه مسيرته. على الرغم من أن موسم الانتقالات الصيفي لم ينطلق بشكل رسمي، إلا أن هناك قلقا كبيرا يحيط بنادي النصر خلال الوقت الحالي بسبب عدم إتمام أي صفقات حتى الآن. ويسعى نادي النصر لإبرام صفقات قوية خلال الوقت الحالي من أجل إعداد الفريق بشكل جيد لتعويض الموسم الماضي الذي خرج فيه العالمي خالد الوفاض. وعبر الإعلام الرياضي علي السلمي عن قلقه بشأن وضعية النصر، حيث نشر على حسابه بتويتر تغريدة يتحدث فيها عن عدم إتمام أي صفقات أو حتى الاتفاق مع مدرب جديد. جاء نص التغريدة السلمي كالآتي: ما يحدث للنصر أمر يدعو للقلق، وتبقى على انطلاق المعسكر 16 يوما، وحتى الآن لا مدرب ولا صفقات محلية ولا صفقات أجنبية. وختم السلمي تغريدته قائلا: نأمل أن يكون للعالم نصيب وافر من الصفقات الكبيرة أسوة ببقية الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات. كشفت تقارير صحفية عن تطورات ملف صفقة الإسباني سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي برشلونة الإسباني في ظل الصراع الدائر بين أندية الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي من أجل حسم الصفقة. انتهت حقبة سيرخيو بوسكيتس قائد برشلونة الإسباني مع الفريق الكتالوني بعد أكثر من 14 عاما قضاها بين جدران البلوغرانا، شارك خلالها في الحقبة الذهبية للعملاق الأزرق والأحمر. هذا وقرر سيرخيو بوسكيتس مغادرة برشلونة بعد نهاية عقده في شهر يونيو المقبل ليسدل